ازيكم يا احلى جروب مرمر. النهارده هعمل فراخ ستريبس ومكرونه وسلطه. كل الاطفال بتحب الستريبس وكلنا بنحبها. يلا ندخل على الطريقه بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا فراخ صدور فراخ متقطعه طوليه متنضفه كويس جدا بالتوابل بتاعتي: معلقه خل، معلقه ليمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، نص معلقه بصل بودر، نص معلقه توم بودر، نص معلقة بافلو. البافلو ده بيبقى فيه ملح عشان تخلي بالك من الملح بتاعك. البافلو سيزنت كويس. معلقتين زبادي. هقلب كويس جدا. لو حابة تضيفي هات صوص، لو مش حابة ما تضيفيش هات صوص. لو ما عندكيش اي توابل من اللي انا قلت عليها تقدري ما تضيفوهاش عادي، هتبقى كويس جدا. هسيب الفراخ بتاعتي تدبل ساعتين او اكتر، ممكن اسيبها في التلاجة ليلة كاملة، هتبقى حلوة خالص. هبتدي احضر المكرونة بتاعتي. اجيب على البوتاجاز، انزل ببصلة مفرومة، معلقة سمنة، رشة ملح، رشة فلفل اسود. دي نوع الصلصة اللي هستخدمه للمكرونة، هستخدم النوعين دول. في الوقت ده ابتدي اغلي مية علشان انزل بيها على المكرونة. اقلب في البصلة تصفر، هتاخد اللون الاصفر فاتح. بعد ما تاخد اللون الاصفر فاتح هنزل بالمكرونة بتاعتي. انا استخدمت نوع المكرونة ده، نوع المكرونة ده حلو، لو حابة تجربيه انا بستخدمه على طول، نوع حلو خالص. التوابل بتاعتي على المكرونة: ملح ورشة بابريكا، دي كل التوابل. هنزل بالصلصة بتاعتي اللي انا وريتها لك دي، لو انت ما جربتهاش جربيها. هنزل بالمية بتاعتي على المكرونة واروح احضر الكفر بتاع الفراخ بتاعي. اجيب صينية، كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، نص معلقة بيكنج باودر. كل التوابل اللي استخدمتها على الفراخ هستخدمها على الكفر بتاع الفراخ. كوباية دقيق من بتاع الفراخ. هخلط كله على بعضيه. هجيب بطين اضربهم، انزل بيهم على الفراخ بتاعتي. بعد ما هنزل بيهم على الفراخ بتاعتي اخلطهم على بعضيهم، انزل بالفراخ بتاعتي على الكفر اللي انا عملته. هكون بحضر الزيت على البوتاجاز يغلي في طاسة او حلة. انزل بالفراخ بتاعتي على الكفر، هيكون الزيت بتاعي غلي. اروح اشوف الزيت بتاعي ان كان غلي. الزيت بتاعي غلي اهو. هنزل بالفراخ بتاعتي. النار ما تبقاش عالية قوي علشان تاخدي احلى لون والفراخ تستوي. الفراخ بتاعتي مش هتاخد وقت على البوتاجاز لو انت مستعجلة، وهتاخدي احلى فراخ. شايفة الفراخ بتاعتي اللون الزيت مغيرش علشان ما فيهاش بقسماط ولا فيجيتار. الفيجيتار بيحرق الزيت. الدقيق ما بيحرقش الفراخ زي الفيجيتار. شايفة اللون بتاعها حلو وجميل ازاي وكريسبي، والطعم حكاية احلى من بره بكتير. شايفة اللون. هخلص الفراخ بتاعتي كلها بالشكل ده، وهتشوف الزيت ما اتحرقش زي اللي بيتعمل بالبقسماط. شايفة الفراخ بتاعتي حلوة ازاي وجميلة، حاجة حلوة خالص. كفاية ان انت عاملاها في البيت بايديكي، وعندنا كل الاطفال بتحبها. هي بتخلص من على البوتاجاز بتتاكل لوحدها كده. الاطفال بتيجي تاخد وهي سخنة. شايفة اللون، حاجة حلوة خالص. انا هخلص كل الفراخ اللي معايا بالشكل ده. شايفة الزيت ما اتحرقش ازاي. ندخل بقى على السلطة بتاعتنا. السلطة بتاعتنا طماطم وخيار وفلفل وبصل، لو حابة بصل احمر نقطع بالشكل اللي انت شايفاه. بس ياسمين عز حذرتنا من الخيار على الطماطم،
بس انا عملت السلطة ما جراليش حاجة الحمد لله، ولا اتكهربت ولا حاجة خالص. انا بطمنكم من مكاني، اعملوا السلطة مفيش كهرباء ولا حاجة. هي حذرتنا، بس احنا بنخاطر بنفسنا علشان تعرفوا ان احنا بن مستعدين لأي حاجة. طالما احنا جبنا سيرة ياسمين عز في اخر الفيديو، ممكن اقول لكم على حاجة، استنوني لاخر الفيديو اقول لكم على حاجة تخليكي ما تعمليش اكل في البيت. في واحدة بتسأل جارتها السورية كيف بتخلي جوزك يجيب لك اغراضك من غير ما تتعبي؟ قالت لها سهلة كتير. قالت لها ازاي؟ قالت لها بكتب الاغراض بشكل حلو، اقول له جبنة زي قلبك، شطة زي مشاعرك، شماعة زي ريحتك الحلوة، طماطم زي خدودك، عسل مثلك يا عمري، مكسرات حلوة زي روحك، حاجة حلوة زيك زي حلاوتك. ماليش خلق عالطبخ، بدي اطلع اروح مطعم استرجع ذكريات الحلوة مع بعض. هو بيقول لها بدك اي مطعم نروح؟ قالت لها وانا اختار المطعم اللي انا عايزاه. رجعت الست على البيت تعمل زي صاحبتها السورية، تكتب بصلة مثل ريحتك، طماطم زي عيونك، بدنجان زي قلبك، بطيخة زي كرشك. لما ترجع على البيت تاخد الزبالة اللي زي ريحتك. زهقت من البيت بدي تطلع روحك. إن عجبك الفيديو تعملي لي لايك، تعملي لي شير، وتقولي لي رأيك في الأكل بتاعي، ولا في حكاية، ولا مش عايزة تعملي أكل في البيت وتعملي زي السورية. يلا تقولي لي رأيك بكل صراحة، واشوفكم الفيديو الجاي مع أحلى أصحاب وجروب مرمر. وإن عجبك الفيديو تعملي لي لايك، تعملي لي شير، وتقولي لي رأيك في كل حاجة أنا بعملها.